فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مش فزع لسيجارتين بانجو يشربهم، مش لما بيتضايق كده يدور على أي غرزة يقعد فيها مع شاب من الشباب عشان يعصي المولى تبارك وتعالى. حتى أفلامنا ومسلسلاتنا عودتنا على ذلك. عندما يغضب من أبيه أو أمه أو أنه اشتعل غضبا وحدث ما حدث، إذا به يذهب إلى الموسيقى الهادئة، إذا به يذهب إلى الذنوب والمعاصي والآثام، وشأنه شأن رجل وقع في حفرة عميقة فاستغاث بالناس فأنزلوا إليه حبلا لكي يتمسك به وينجو من تلك الحفرة العميقة، فإذا به يربط الحبل حول رأسه ثم قال لهم هيا اسحبوا حتى أنجو. فلما سحبوا ذلك إذا بالموت أمام عينه. بيهرب من نفسه غلط. بعض الزملاء بكلمهم مشكلة في البيت، طب ما تحل المشكلة، الزوجة بتتكلم صح، ما تحل المشكلة. يقول لي لا بتخرجني من المود، وعشان ارجع للمود ده تاني لازم اسيبها ولا اقفل على الكلام وارجع بره البيت واطلع بره البيت ادور على سيجارتين اشربهم عشان ارجع للمود. طب انت كده حليت المشكلة؟ انت كده واجهت؟ انت كده بتهرب يا استاذ، انت كده بتهرب من مشكلتك الى معصية. فكيف لك بالحل والنجاة؟ للأسف الشديد كان ينبغي علينا إذا ما حدث لنا مثل هذا من غضب وشدة ومشاكل وهموم أن نفزع للصلاة كما كان يفعل رسول الله